السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى قلنا نعمل شوية قراقيش كده مع بعض. الفطار الصبحية. بسم الله ما شاء الله. نعمل دمت الكمية دي انا عملتها من 2 كيلو دقيق. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طلعوا معايا بالشكل ده بسم الله. يعني الطريقة حلوة قوي وهيطلعوا معاكي ولا ناعمين قوي ولا خشنين، طيبين وحلوين معاكي. ما شاء الله عليها، وطريقة سهلة وبسيطة. اللي بيخاف يعمل القراقيش ده سهلة خالص. نشوف الفيديو معايا وبإذن الله يعجبك. قبل ما نروح للفيديو تنسينيش في لايك وشير واشتراك في القناة. بحبكم في الله، أحلى متابعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى نعمل شوية قراقيش كده للعيد مع بعض. معايا هنا 2 كيلو دقيق، انا طبعا نخلاهم ومظبطاهم. معايا هنا كيس خميرة فورية. معايا هنا سمسم متحمص، ومعايا معلقة ملح صغيرة، ومعايا هنا ريحة الكحك، ومعايا هنا لبن. انا يعني زي دمعة العين كده. تمام. نص كوباية. تمام يا بنات. الأول كده هنعمل ايه مع بعض. أنا هنا معايا اللبن، هنزل بقى بمعلقة سكر كده. تمام. شوية سكر صغيرين كده على على الدقيق. وهنزل بالخميرة بتاعتي، واسيبها كده تفور مع بعضها بالشكل ده. تمام. هقلبها كده. زي الفل كده. معايا هنا السمسم. ابدا بقى ارشرشه على الدقيق بتاعي كده. ومعايا الملح. تمام. وكمان معايا معلقه واحده من البيكنج باودر، معلقه صغيره كده بس. تمام يا بنات. يبقى كده انا حطيت الحواجات النواشف كلها على الدقيق اهيت يا بنات بالشكل ده. تمام. وطبعا معانا فانيليا، عشان ريحته. انا هحط شويه سمسم متحمص كمان كده عليه. خلي دولت بقى نعمل بهم العجوه. تمام كده. نبدا بقى السمنه. انا معايا هنا السمنه انا مسيحاها، عشان لو هو قاعد معاكي فتره طويله ما يحصلهوش حاجه. ممكن تعملي على البارد لو انت الكميه هتخلصيها. تمام. ابدا بقى انزل بالسمنه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدار السمنه ده يا بنات دولت 2 كيلو. انا حطيت عليهم كيلو الا ربع من السمنه، وكوبايه وربع كيلو كوبايه زيت يعني. تمام يا بنات. يعني كل المقادير كلها على بعضها حطيت كيلو من ده على ده، من السمنه على ده. نبدأ بقى نقلب بس كده شوية علشان السمنة سخنة. بعد كده بقى أهم حاجة بقى في العجين ده، الخطوة اللي جاية دي يا بنات. أهم حاجة معاكي الخطوة موضوع البس بتاعه ده. لازم يتبس، لازم الدقيق يشرب يعني يشرب السمنة كلها. تمام. انا جايبه دقيق طحان طبعا ونخلاه. بقى ابسه كده كله لما اتاكد ان هو شرب السمنه كلها الدقيق. تمام يا بنات. ولا اسهل من كده اهو عمايل.
كل عام وانتم بخير، ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تنينا بس فيه لما اتاكد ان هو كله ايه شرب السمنه. تمام يا بنات كلها. يا بنات انا بس بقى جه لازم بس دوت اهم خطوه في الايه في العجين بتاع القرقيش او كحك. تمام يا بنات. هنا بقى ايه الخميره بتاعتي بسم الله ما شاء الله فارت وبقت عامله ازاي يا بنات. هنزل بيها بقى على العجين كده بالشكل ده. الفها بقى بالخميره حلوه قوي. حابه بقى تكمليها بقى بلبن بميه بالمتاح ايه موجود عندك يبقى حلو برضو. يعني الاحسن ان انت تعمليه بايه باللبن والميه برضو بقى ايه بتخلي الكحكه شاده معاكي وايه وحلو. ننزل بقى بايه بريحه الكحكه كده على القراقيش. طبعا انا مش هحط الازازه دي كبيره. دي ريحه الموز وشويه فانيليا صغيرين كده. نحط بقى اللبن الاول. شوف بقى الايه الاول العجينه محتاجه قد ايه. هنحط كده ايه 100 كوبايه وتلفي العجين وتشوفي العجينه معاكي الاول. نحط بقى شويه الفانيليا كده كمان وابدا ايه الف العجينه بتاعتي كلها باللبن كويس قوي. انا هنا محتاجين كمان شويه لبن وممكن ايه تكملي بالايه بميه لو انت حابه. تمام يا بنات. انا محتاجه شويه لبن كمان. اللبن يبقى زي دمعه العين كده يا بنات. هنا يا بنات انا لفيت العجينه بتاعتي كويس قوي اهوت. بسم الله ما شاء الله. جاهزه بقى ايه ان احنا نبدا نشتغل فيها. تمام يا بنات اهيت. انا ايه اغطيها بكيس بقى ونشوف بقى نعمل الحشوه بتاعتها ايه. معايا هنا بقى العجوه يا بنات. إيه حطيت عليها شويه سمسم ومعلقه سمنه بلدي. ابدا بقى ايه الفها بحيث ان انا ايه تبقى سهله عليا ان انا ايه استعملها. تمام يا بنات بالشكل ده كده. هنا بقى بنات بقى بدات اشغل فيه بعمل ايه بقطع بالقطع بالشكل ده. طبعا الزياده دي ما بتترماش بتبقى بالشكل ده كده. تمام. نبدا ايه تفتحي الايه تفتحها بالشكل دوت. تبداي تفرديها علشان إيه يعني تبقى من جوه كده مقرمشه ما تبقاش ايه تخينه وايه فيها عجينه من جوه. تمام بالشكل ده كده وبالعجله وايه ابدا بقى مش عليها بالعجله كده. تمام يا بنات. وتبقى بالشكل ده. انا بحبها ايه بالشكل ده كده. في بقى شكل تاني بقى كده العجينه بتاعتنا هي. نبدأ نرص العجينة كده بالشكل ده كده. نعمل ايه نسوي الظروف بتاعتها عشان تطلع كلها متساوية
بالشكل ده كده. نبدأ بقى ايه، نجيب العجوة او الحشوة اللي احنا اللي انت بتستعمليها، عجوة إيه، ملبن، اللي انت بتستعمليه معاك. انا بنحب الملبن هنا طبعا. انا دعكه بحته سمنه، عرسته بحته سمنه وعليه شويه ايه اللي نحطها هنا في الطرف هنا عشان تبقى احاول اجيبها ايه في النص بالشكل ده كده. ابدا ايه اظبط العجينه بتاعتي تاني بالشكل ده كده يا بنات. نبدا بقى نقطعها. طبعا الحته اللي في الاول دي لا، تبقى معاكي بالشكل دوت، والحشوه جواها من جوه. تمام. تعمليها بقى ايه، تظبطي بقى ايه السمك بتاعها بالشكل ده. اهي بنات، انا هقطع الحته اللي في الاول دي لانها اصلا كان المفروض تنقطع دي، لان دي زيت زياده. تمام كده بالشكل ده كده. نبدا بقى ايه نرص الصوابع بتاعتنا بالشكل ده. نقطع دي بس حته كده شويه، بقى اجيبها عشان املك ايه اقطعها حلو، واقطع دي برضو كده شويه. كمل قطعها. بالشكل ده يا بنات. انا عملت الشكل ده اهوت، بسم الله ما شاء الله اهو معايا. بدأت اعمل في الاصابع بالشكل ده برضو. اكمل بقى الكمية وارجع لكم ايه تاني. وبكده بقى يا بنات الكمية بتاعتي انا خلصتها اهوت. هي بقى هتدخل على التسوية. لما اسويها نشوفها مع بعض باذن الله. تطلع طيبة وجميلة قوي معاكي، وهتحبي تعمليه بالطريقة ديت باذن الله هتعجبكم. يعني نسوي بقى ونشوفها بعد التسوية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله يا بنات خلصنا القراقيش بتاعتنا اهي، ما شاء الله عليها جميلة، طالعة زي العسل اهيت، والتسوية بتاعتها ما شاء الله عليها. رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. تنسونوش بقى بلايك وشير للقناة. بحبكم في الله احلى متابعين.